تعالي بقى هنا للتتبيله بتاعتنا، والشغل كله والاساس كله هي في التتبيله. معايا راس توم، معايا فلفل احمر، ومعايا قرن كده سبايسي اخضر، او مش عايزاه يكون حامي ضيفي فلفل احمر واخضر. هتفرموهم بقى طبعا في الكبه او الهون او اي حاجه موجوده عندك بالشكل دون. معايا كده هننزل عليهم بليمونه كامله. يا سلام على التتبيله دي، انا هتخلي لك الصينيه ريحتها تجيب لاخر الشارع. اوعي تقولي لي بقى كبده الشارع ولا الكلام دون. نزلت عليهم بربع كوبايه من الخل، معايا معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هنضيف الملح بس كده معلقه صغيره مبدئيا، لكن هي على النار هنبدا نظبط الملح بتاعنا. وكده التتبيله بتاعتنا الحلوه الجميله اللي هتخلي لك احلى صينيه حلويات ممكن تاكليها، والكل صدقيني هيشكرك عليه. هنجيب صينيه حلوه كده بقى، هات صينيه ما تجيبليش حاجه ضيقه ولا صغيره. هننزل بشويه زيت حلوين، ويا سلام عليه لما حته دهنه زي دي، الله عليها. طبعا وانا بسلق الفشه انا جبت نص التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي التوم والليمون والكمون والخل. نزلت عليها بالكبده وتبلتها وسبتها في قلب التلاجة طول ما هي الفشه ما بتتسلق. حبيت اوريكي كده لان انا عارفه ان الفيديو طويل، بس والله ما رضيتش اقطع اي حاجه لان كل حاجه اللي انا قلتها مهمه، وفي حاجات كده شلتها بس غصب عني. هننزل هنا مع بعض كده ببصلتين جوانح كده بعد ما ادينا كده ما دابك كده. والطاسه سخنه جدا جدا، لازم أن تزق البصل في جنب كده زي ما انت شايفه. لازم أن الكبده تنزل في صينيه او طاسه سخنه جدا، عشان خاطر ما تنزلش الميه معاكي وتبقى مش كويسه. اوعي تقلبي الكبده يا ست الكل اول ما تنزل معاكي، عشان خاطر ما تتفتفتش كده معاكي او تتكسر. هنا خلاص القلب كان استوى، وبوريهولك اهون او قطعته حتت صغيره. البصل هيدي لها تسكيره حلوه، يا دوب احنا بندبل البصله بس ما بنحمرهوش، وبعد كده بنزقه على جنب زي ما انت شفتوا. ونزلت بالكبده اول ما تبدا تغير لون، والنار عاليه زي ما انت شايفه. اول ما بتبدا تغير اللون بتبداي تقلبي كل المكونات مع بعض. ما تخليش النار واطيه خالص عشان الكبده ما تنزلش الميه بتاعتها، ولازم الزيت يكون سخن جدا. هنزل هنا بقى بالفشه وبقيه التتبيله هي. انا كنت اسمى التتبيله يعني على الكبده والحاجه اللي احنا هنشتغل بيها. هنقلب كل المكونات دي، والله على الريحه مش عايزه اقول لك الريحه عامله ازاي. بجد الريحه خطيره قوي قوي قوي. يا ريت تجربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم والله. هتاكلي كل الحاجه مستويه، مش هتلاقي حاجه جامده عن بعض ولا اي حاجه. هنزل عليها بنص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، بيدي لها ريحه حلوه قوي. وهبدا انزل عليها برشه صغيره برضك من الفلفل الاسود كمان، وهبدا اظبط الملح زي ما انا قلت لك. بتقلبي كل المكونات دي، يعني التسويه بتاعتها ما بتاخدش وقت زي تنظيفها وتجهيزها. بس كان لازما وضروري اعمل معاكي تجهيزها، عشان لو الحاجه جت لحد بالمنظر دون يبقى عارف ازاي يشيل الحاجه اللي بتسبب الزفار. شوف انا بقولك الصينيه ما فيش فيها ميه خالص اهون، عشان انا شغاله على نار عاليه. هبدأ كده هنزل بفلفل ألوان لو موجود ومتوفر، مش موجود نزلي بفلفل أخضر عادي، بس الفلفل الألوان بيديلها تسكيرة حلوة قوي، وقيمته الغذائية كمان بتبقى عالية. خلاص احنا هنقلبها تقليبتين وهقول لك كده خلاص خلصنا. شايفة ما شاء الله الحاجة مستوية من جوه، ما فيش فيها أي دم، بتتقطع معايا بكل سهولة وطرية وحلوة جدا. ما هيش ناشفة وفي منتهى الجمال. ريحتها حلوه قوي قوي قوي. يا رب تجربوا الصينيه بالطريقه دي وتكتبي له في التعليقات، وان شاء الله هتعجبكم. كده خلاص انا بقول لك كده خلاص اهو خلصنا الصينيه الجميله بتاعتنا بريحتها حلوه جدا. حمرنا جنب منها بطاطس، طبق سلطه الطحينه الله عليه بالعيش البلدي، وحته مخلل وعود جرجير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.